الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو جبار السماوات والأرض، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من سار على ضربه واستنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، مع اللقاء الثاني من لقاءات تفسيرنا لسورة مريم، وتعرفنا في اللقاء الماضي على قواعد الدين عند النصارى، هذه القواعد الخمس التي ذكرها لنا القس الأسباني الذي أسلم إنسلم تورنيدا، وهي التثليث والتغطيس واتحاد الأقنوم والإيمان بالقربان والاعتراف والإقرار بجميع الذنوب للقسيس، وشرحناها بالتفصيل في اللقاء الماضي. بقي لنا في المقدمة قبل أن ندخل على تفسير السورة أن نتعرف على قصة الصليب، وأن نتعرف ما الذي على الأدلة التي استدل بها النصارى على ألوهية المسيح والعياذ بالله. ما هي قصة الصليب؟ وما هي علاقة الصليب بدين عيسى؟ وما هي علاقة الصليب بعيسى عليه السلام؟ وما الذي جعل النصارى تستدل على أن المسيح إله أو ابن للإله والعياذ بالله، كما قالت طوائف النصارى الملكية واليعقوبية والنسطورية والمريمانية؟ ما الذي جعلهم يستدلون على ألوهية المسيح والعياذ بالله؟ قصة الصليب أيها الأحباب نقولها للنصارى المنصفين، لمن أراد أن يصل إلى الحق أو أن يبحث عنه، ونقولها أيضا للمسلمين ليتعرفوا الحق من الباطل وليسجدوا لله شكرا أنهم من الموحدين لله جل وعلا ومن المنتسبين لدين محمد صلى الله عليه وسلم. قصة الصليب كما ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه القيم إغاثة اللهفان، وكتابه الآخر هداية الحيارى في الرد على أجوبة اليهود والنصارى. يقول رحمه الله بأن النصارى يزعمون أنه لما صلب المسيح والعياذ بالله وقتل ودفن
وصار حيا بعد 3 أيام من دفنه، ورفع إلى السماء ليجلس عن يمين أبيه. كان تلاميذ المسيح الأوفياء يذهبون إلى موضع الصلب وإلى موضع القبر فيصلون عنده ويبكون عنده. فلما رأت اليهود ذلك علمت أنه سيكون لموضع الصلب ولموضع القبر شأن عظيم. علمت اليهود أنه سيكون لموضع الصلب والقبر شأنا عظيما، فأراد اليهود أن يلغوا أثر هذا الصلب وأثر هذا القبر، فجاءوا على موضع القبر الذي دفن فيه عيسى بزعمهم ووضعوا عليه التراب والقاذورات والنجاسات حتى يزيلوا له كل أثر، إلى أن جاء عهد الملك قسطنطين، وجاءت أمه النصرانية وطلبت منه الصليب الذي صلب عليه السيد المسيح. فأخذ يبحث الملك ويفتش، فدلوه على موضع القبر الذي دفن فيه المسيح، وصيره اليهود مزبلة عظيمة للتراب والنجاسات. فذهبوا إليه وأزالوا عنه التراب والنجاسات وطهروا المكان حتى وصلوا إلى القبر الذي دفن فيه عيسى بزعمهم، وأخرجوا من القبر بعدما فتحوه 3 من الصلبان الخشبية. فقالت أم الملك: كيف نتعرف على الصليب الذي صلب عليه السيد المسيح؟ فنظرت فوجدت رجلا شديد المرض يقف إلى جوارها، عاجز الطب عن إبرائه ودوائه، فجاءت فوضعت الصليب الأول عليه فلم يشفى، فوضعت الصليب الثاني عليه فلم يشفى، فوضعت الصليب الثالث عليه فشفي الرجل في الحال وقام وكأنما نشط من عقال. فقالت: إذن هذا الصليب هو الصليب الذي صلب عليه السيد الإله المسيح. فلفته في غلاف قيم من الذهب وأرسلت به إلى ولدها الملك قسطنطين، فسجدوا له من يومها من دون الله جل وعلا. أتدرون كم كانت المدة بين ميلاد المسيح وبين ظهور أول صليب سجد له النصارى وعبده النصارى من دون الله؟ بل إذا أراد الواحد منهم أن يحلف صادقا حلف بهذا الصليب، وإن أراد أن يحلف كاذبا حلف بالله جل وعلا. أتدرون كم كانت المدة بين ميلاد المسيح وبين ظهور أول صليب للنصارى؟ كانت المدة كما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله 328 سنة، 328 سنة بين ظهور أول صليب عبده النصارى وبين ميلاد المسيح عليه السلام. ومن يومها قدس الصليب ومجد الصليب وعظم الصليب، بل وسجد للصليب من دون الله جل وعلا. وإني أسأل النصارى الذين يريدون أن يصلوا إلى الحق والحقيقة، وأقول: انظروا وتفكروا معي إلى هذه الأكذوبة الباطلة. أي صليب خشبي هذا الذي يبقى تحت التراب طيلة هذه السنوات ولا ينخر ولا يبلى؟ هذا سؤال. السؤال الثاني: هذا الصليب الذي شفى المريض في الحال، ألم يكن من الأولى والأجدر أن يحيي الإله الذي صلب عليه؟ السؤال الثالث: هذا الصليب الذي تعظمونه وتقدسونه كم كان بينه وبين ميلاد المسيح؟ وما علاقة هذا الصليب بدين المسيح عليه السلام؟ السؤال الرابع: أخبرونا أيها النصارى، السؤال الرابع: حينما صلب الإله كما تزعمون ووضع على خشبة الصلب وسمرت يداه بالمسامير كما تقولون أنتم في أناجيلكم، نسألكم: من كان الممسك للسماوات والأرض حينما صلب الإله؟ أين كان فاطرها وخالقها التي تقولون عنه: يا من بيده قد أتقنت العوالم؟
هذا المسيح الذي تقولون بأنه قد أتقن العوالم بيديه وأنه هو الإله، أين كان إله السماوات والأرض حينما صلب هذا الإله على خشبة الصليب؟ من كان الممسك للسماوات والأرض؟ أم ستقولون بأنه قد ولى إلها غيره ليمسك السماوات والأرض وهو على خشبة الصليب؟ أسئلة لا بد أن نتفكر فيها، ولا بد أن نقف عندها لنتعرف على الحق من الباطل. ثم ما الذي جعلكم تستدلون على ألوهية هذا المسيح؟ إن قلتم بأن الذي صلب كان الناسوت دون اللاهوت، أي كان البدن وحده دون اللاهوت، أي دون صفة الألوهية، لأنهم يقولون بأن عيسى ناسوت من جوهر أمه ولاهوت من جوهر أبيه، أي لاهوت أي به صفة الألوهية لأبيه وبه صفة الإنسانية لأمه. فإن قلتم بأن الذي صلب كان الناسوت دون اللاهوت فإنكم تقرون بذلك أن اللاهوت قد فارق الناسوت، وأن الذي صلب جسد عادي وليس بإله قط. وإن قلتم بأن الذي صلب اللاهوت والناسوت في آن واحد فإنكم بذلك تقرون بأن الإله الذي تزعمون قد صلب وقد قتل وقد عجز على أن يدفع عن نفسه القتل والموت، فهل يصير بذلك إلها؟ أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ إله يقتل ولا يدفع عن نفسه القتل والأذى؟ أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه. أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. فما الذي جعلكم تستدلون بالرغم من كل ذلك على ألوهية المسيح؟ يقولون استدللنا على ألوهية المسيح بأنه لم يكن بشرا عاديا ككل البشر، ولو كان المسيح بشرا عاديا لولد المسيح كما يولد البشر من أب ومن أم. ونحن نقول بأنكم إن استدللتم بهذا على ألوهية المسيح فاستدلالكم هذا استدلال باطل عقلا وشرعا. لماذا؟ لأنكم إن استدللتم على ألوهية المسيح بأنه لا أب له فإننا نقول لكم إن آدم إله لعيسى. إن كان عيسى قد صار إلها لأنه لا أب له وجاء من أم فقط، فإن آدم إله لعيسى لأن آدم لا أب له ولا أم له. هذا أبلغ، وبالرغم من ذلك فهو أبطل الباطل، لأن آدم ما ادعى وما زعم أنه إله من دون الله جل وعلا. أو هل صار آدم حينما خلقه الله من غير أب ومن غير أم هل صار آدم بذلك إلها؟ أبدا. وإن استدللتم على ألوهية المسيح لأنه أحيا الموتى ولا يحيي الموتى إلا إله، نقول لكم بأن هذا الاستدلال أيضا استدلال باطل، لأن الذي أحيا له الموتى إنما هو الله جل وعلا. بل وبالرغم من ذلك ليس عيسى هو أول من أحيا الله له الموتى، لأن موسى أحيا 70 رجلا من بني إسرائيل أحياهم بعدما أماتهم الله جل وعلا، فموسى أحيا الله له الموتى. وقصة الرجل الذي في سورة البقرة أحياه الله جل وعلا لموسى أيضا، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها أي فاختلفتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى.
ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أحيا الله جل وعلا الموتى لموسى عليه السلام، بل وأحيا الله الموتى لخليله إبراهيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. أحياه الله جل وعلا. يا إبراهيم 4 من الطير، وهذا أبلغ. خذ 4 من الطير فصرهن إليك، أي تعرف عليهن. ذبحها إبراهيم الخليل وقطعها وخلط العظم بالريش باللحم، حتى قال ابن كثير عليه رحمة الله أنه احتفظ برؤوسها معه، احتفظ برؤوس هذا الطير بين يديه، ووضع على كل جبل كوما من العظم واللحم والريش المختلط. ووقف إبراهيم ونادى على هذه الطيور، وفي يده رأس كل طير على حدة، فلما نادى عليها الخليل أحياها الله جل وعلا له، وأمرها الله جل وعلا أن تأتي الخليل. لم يقل طيرا وإنما قال سعيا، لأنه لو قال طيرا لجاءت تطير إليه في السماء بين طيور السماء والتبس عليه الأمر، فلم يعلم طيوره التي علمها، وإنما قال تأتينك سعيا، أي تمشي حتى تراها وتتحقق وتتأكد منها. وجاءته الطيور حتى قال ابن كثير عليه رحمة الله إذا جاءه طائر وقدم له إبراهيم رأسا غير رأسه امتنع الطائر عن ذلك. الله أكبر، لا إله إلا الله. وقدم إبراهيم الرأس لكل طائر، فبقدر الله وقدرته جل وعلا يكتمل الطائر ويطير. وأحياه الله جل وعلا بعد هذه الحالة التي صيرها إبراهيم من ذبح وخلط، أحياها الله جل وعلا. ثم ادعوهن يأتينك سعيا. فهل صار إبراهيم بذلك إلها؟ أبدا. إذا استدلالكم على أن عيسى إله لأنه أحيا الموتى أيضا استدلال لا يجوز عقلا ولا شرعا. وإن قلتم بأننا استدللنا على ألوهية المسيح لأنه أتى بالخوارق والمعجزات ما لم يأتي بها بشر عادي، فإننا نقول لكم ونرد عليكم في هذه الجزئية ونقول بأنه ما جاء أحد بالخوارق والمعجزات بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. ما جاء أحد بمعجزة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. أولا معجزته الخالدة الباقية التي تحدى الله بها البشرية، بل وما زال التحدي قائما إلى يوم القيامة، ألا وهي القرآن. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. أقول بأن التحدي ما زال قائما إلى يوم القيامة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. لأن هذا القرآن أخبر بما كان وما هو كائن وما سيكون، وهذه صفة علم الغيب التي لا يمكن أن تكون إلا لإله جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهل صار محمد بالقرآن إلها؟ أبدا. فضلا عن المعجزات الحسية الأخرى التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال، ولن آتي بمعجزة إلا وهي في البخاري ومسلم وفي السنن والمسانيد. على سبيل المثال انشقاق القمر، فلقد طلب أهل مكة من رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة وآية وعلامة ودليلا على صدق نبوته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم القمر، وطلب من الله جل وعلا أن ينشق له القمر في السماء نصفين. طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينشق له القمر في السماء نصفين،
فانشق القمر في السماء نصفين، اقتربت الساعة وانشق القمر. وحادثة انشقاق القمر رواها البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وغيرهم من أصحاب السنن والمسانيد. انشق القمر لرسول الله في السماء حتى رآه أهل مكة، حتى المسافرين الذين كانوا في غير أرض مكة رأوا القمر قد انشق في السماء نصفين، وجاءوا وأخبروا أهل مكة بذلك، وبالرغم من ذلك لم يؤمنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. معجزة أخرى كلام الشجر والحجر. الشجر كلم رسول الله حتى قال القاضي عياض عليه رحمة الله في الشفاء بأن قصة كلام الشجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغت حد التواتر المعنوي من القوة. رواها البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم. كلم الشجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مسند البزار أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد اظهر لي آية وعلامة على أنك رسول. فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شجرة بجواره فقال: اذهب إلى هذه الشجرة وادعوها وقل لها رسول الله يدعوك فأقبلي إليه. فذهب الرجل ودعا الشجرة استجابت والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ما من شيء على ظهر هذه الأرض إلا ويعلم التوحيد لله والنبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كفرة الإنس والجن، كما ذكر الحبيب في الحديث الذي ذكره أحمد في مسنده من قصة البعير الذي قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الأنصاري: يا رسول الله إني أخاف عليك صولته. فقال: لا بأس علي منه. واقترب الرسول من هذا البعير الهائج الذي لا يستطيع أحد أن يتمكن منه أو أن يقوده. فلما نظر البعير إلى رسول الله جاء البعير حتى سجد بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، فتعجب الصحابة وقالوا: يا رسول الله يسجد بين يديك هذا الحيوان. نحن والتوراة التي تقرؤونها بأن كثيرا من الأنبياء قد أحيا الله جل وعلا لهم الموتى بإذنه وقدرته. إذن استدلالكم على ألوهية المسيح لا يجوز عقلا ولا شرعا، فضلا عن الأناجيل التي تقرؤونها. ما قال إنجيل يوحنا الذي تعترفون به وتؤمنون به وتقرون به، هل قرأتم في إنجيل يوحنا في الإصحاح الأول من هذا الإنجيل يقول عيسى عليه السلام بالحرف الواحد: إن الله عز وجل ما أكل ولا يأكل وما شرب ولا يشرب وما نام ولا ينام ولم يلد ولم يولد ولا ولد له. هذا في إنجيلكم أنتم. عندكم أنتم في إنجيل يوحنا في الإصحاح الأول من الإنجيل هذا قول عيسى عليه السلام، يفرد الله جل وعلا بالألوهية ويقدس الله جل وعلا عن كل نقص وعن كل عيب، فيقول: إن الله عز وجل ما أكل ولا يأكل. هذه صفة البشر. عيسى يأكل ويشرب وينام. ما أكل ولا يأكل وما شرب ولا يشرب وما نام ولا ينام ولم يلد ولم يولد ولا ولد له. وفي إنجيل يوحنا أيضا في الإصحاح رقم 20 في الإصحاح 20 من نفس الإنجيل يقول عيسى عليه السلام: إن الله ربي وربكم وإلهي وإلهكم. ماذا تريدون بعد ذلك يا أيها النصارى؟ عيسى عليه السلام يقول: إني عبد الله، وأنتم تريدون إلا أن يقول إنني أنا الله. سبحان الله العلي العظيم.
تعالى الله عما تقولون علوا كبيرا. عيسى يقول إني عبد الله، بل إن أول كلمة نطق بها عيسى، وهذه حكمة عظيمة، أول كلمة نطق بها المسيح عليه السلام هي أنه أفرد الله بالوحدانية ووصف نفسه بصفة العبودية لله جل وعلا. اسمع القرآن الكريم، يقول الله جل وعلا في سورة مريم: وأتت به قومها تحمله، وهو طفل صغير رضيع. وأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله. أول كلمة نطق بها المسيح وهو في مهده ما زال رضيعا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. هكذا أعلنها عيسى، قال إني عبد الله، وقال إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ويأبى النصارى بعد كل ذلك إلا أن يقولوا عيسى هو الإله أو ابن الله أو ابن زوج الله والعياذ بالله. ولقد جاءني أحدهم يوما وهو كبير من كبرائهم حينما كنت أفسر هذه الصورة وشرح الله صدر عددا لا بأس به من النصارى، جاء يجادل ويناقش بالباطل. ولما أردت أن أنهي اللقاء وكان والله الفضل لله جل وعلا قمت واقفا وكان يجلس مسؤولا كبيرا من المسؤولين، فقلت لهذا الكبير الذي هو على علم بدينه أما قرأت هذا الخبر؟ أما سمعته؟ قال أي خبر؟ قلت خبر أذاعته كل وكالات الأنباء، ما من جريدة إلا ونشرت وما من إذاعة إلا وذاعت. قال ما هو؟ قلت خبر زواج البابا. قال البابا تزوج؟ قلت نعم. قال إنك كاذب. قلت ولم تتهمني بالكذب؟ قال لأن البابا عندنا لا يتزوج فهو أسمى من أن يتزوج. فقلت له إن كان البابا عندكم لا يتزوج فكيف تزوجون الله بمريم؟ البابا بشر أسمى عندكم من أن يفعل ذلك ومن أن يتزوج، وما استحييتم أن تجعلوا مريم زوجا لله جل وعلا. إنه الباطل، إنه الكذب،
فالله تبارك وتعالى واحد لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. ومن اعتقد بهذه العقيدة التي تقول بأن عيسى ابن الله فهو على الكفر البواح، لقول الله جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هكذا أيها الأحباب رأينا في هذه المقدمة الموجزة عقائد النصارى، وأنه ينبغي أن يتوقف النصراني المنصف عند هذه العقائد ليتعرف على الحق من الباطل. وأنا أقول ذلك وركزت في هاتين المقدمتين على أهم ما ينبغي أن يعرف لدى النصارى، ليحول كل إنسان منكم يستطيع أن يعبر عن ذلك بأي لغة من اللغات أن ينقل ذلك إلى النصارى في أي مكان، فإن كل واحد منا مسؤول عن دين الله جل وعلا. ويحزنني ويؤلمني أن قسيسا من قساوسة السودان حينما أعلن إسلامه لله جل وعلا في مؤتمر كبير حضره بعض العلماء قال يلقي اللوم على المسلمين وعلمائهم، قال: لماذا تركتمون طيلة هذه الفترة لا تدعون إلى دين الحق؟ لماذا ضيعتم هذه الأعمار؟ ثم بكى وقال: ما ذنب والدي الذي مات على الباطل، وما ذنب أمي التي ماتت على الكفر، إن ذنب والدي وذنب أمي معلق برقابكم أيها العلماء، معلق برقابكم أيها الدعاة. فهيا تحركوا لدين الله جل وعلا، ادعوا النصارى لأنهم لا ينامون ليلا ولا نهارا في البحث عن الوصول إلى تنصير المسلمين، هم يتحركون للباطل وأنتم أهل الحق لا تتحركون لدين الحق. والله مساءلون بين يدي الله، سنسأل عن هذا الدين. يا من في حوزتك نصراني والله ستسأل عنه، هل دعوته؟ هل عرفته الحق من الباطل؟ هل أخذت بيديه إلى طريق الإسلام وإلى طريق الإيمان؟ مسؤول أنت بين يدي الله جل وعلا. أيها المسلم المسكين، يا من انشغلت بالأفلام والمباريات والمسلسلات